السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة، وهي بقى أجمل وأسهل حاجة بنعملها في حلويات العيد وبنحلي بيها في الآخر، لأن عمايلها سهلة جدا وبسيطة، وبتبقى ناعمة وحلوة، ومش هنخليها تشقق مننا خالص. زي ما انتوا شايفين كده معايا شكلها جميل، وطعمها خطير قوي وهتعجبكم. يلا تابعوا معايا الفيديو للاخر. بس اللي لسه اول مره يشوف قناتي، انا اماني ودي قناتي. متنسوش تحطوا اللايك اعجاب بالفيديو واشتراك للقناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اول حاجه قبل ما نبتدي نشغل الفرن بتاعنا على درجه حراره 170 لحد ما يسخن خالص. هنكون احنا خلصنا عجينه الغريبه. مقاديرنا سهله وبسيطه، وهي عباره عن 3 مكونات: 4 كوبايات دقيق، نصهم سمنه كوبايتين، ربع السمنة كوباية سكر. يعني 4 كوبايات دقيق، كوبايتين سمنة، كوباية سكر بودرة. وأهم حاجة يكون السكر مضروب كويس جدا، والسمنة أنا خلطاها بسمنة بلدي، يعني كوباية سمنة عادية على كوباية سمنة بلدي هتديكي طعم جميل قوي. أول حاجة هنضرب السمنة بتاعتنا بالمضرب أو بالمضرب العادي أو بإيدينا لحد ما يبقى قوامها كريمي وتكون ناعمة خالص. ودي أهم خطوة في الغريبة، لازم السمنة تتضرب كويس جدا سواء بإيدينا أو بالمضرب عشان الغريبة تبقى ناعمة خالص وطعمها جميل. أول ما نلاقي السمنة فتحت معانا وبقى لونها أبيض شوية وأخدت القوام الكريمي خلاص، هنضيف السكر البودرة بتاعنا ونضرب ضربة سريعة. هنأكد تاني لازم السكر يكون ناعم جدا ومضروب ضربة كويسة في المطحنة، او ممكن تشتريه جاهز، بس الافضل ان انتي تطحنيه احسن في البيت، هيبقى حلو قوي كده. خلاص احنا كده هنضيف الدقيق، 4 كوبايات دقيق عليهم رشة صغيرة ملح، وهنقلبها كويس في الدقيق. وبعد كده هنضيفه على الخلطة بتاعتنا السمنة والسكر البودرة، ومش هنعجن، هنقلب بايدينا خالص كده بطراطيف صوابعنا لحد ما الدقيق يخش في السمنة وتبقى طرية معاكي وتبقى لمت كلها. يبقى كده العجينة بتاعتنا جاهزة. عشان نختبرها هناخد كورة صغيرة منها ونعملها كده كورة ونضغط عليها. لو شققت مننا يبقى هي لسه محتاجة منك تقليبة كمان، وبعدين ترجعي تختبريها تاني هتلاقيها بقت كويسة معاكي. مهما عجنتي فيها او دعكتيها بايدك مش هيحصل لها حاجة عشان هي ما فيهاش سوائل. زي ما انتوا شايفين انا قلبت بالمعلقة لحد ما الدقيق اختلط بالسمنة، وبعدين نزلت بالكمية التانية، وقلبت كده بتقليبة سريعة، وهقلبها بايدي. هعملها كده بطراطيف صوابعي لحد ما تلم معايا خالص، وبعد كده هختبرها. العجينة خلاص اهي بدأت تلم معايا، دي اخر مرحلة فيها. كده خلاص لمت. انا المفروض نختبرها دلوقتي. هاخد حتة عجينة صغيرة واعملها كورة، وهضغط عليها ضغطة كده صغيرة. لو شققت مننا يبقى هي كده عايزة لسه عجنة، بس هي الحمد لله ما شققتش، عشان كده احنا مقاديرنا مظبوطة واتعجنت معانا كويس. هنسيبها بس ترتاح ربع ساعة في التلاجة، وبعد كده هنشكلها على طول. هشكل العجينة كور صغيرة كده زي ما انتوا شايفين بالحجم ده. انا بحب الغريبة تكون صغيرة كده وحلوة، لان هي كمان لسه هتدخل الفرن. هيكون الفرن بتاعنا سخن جدا، لان لازم يبقى سخن عشان الغريبة ما تنفش منك اول ما تدخليها الفرن، وما تخليهاش تحمر قوي علشان ما تتحرقش من تحت. لازم تطلع كده بيضة وشكلها جميل. وملحوظة تانية، لازم تختبري 2. لو لقيتيها فرشت منك في الفرن لازم تستني على الفرن لحد ما يسخن جامد، لان هو كده الفرن ما سخنش، عشان كده هي اول ما دخلت الفرن فرشت على طول.
زي ما انتوا شايفين انا هعمل الكور كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واخلص الكمية كلها علشان ما اطولش الفيديو عليكي. خلصت الكمية كده، هحط بس اللؤلؤ اللولي اللي هو اللي انتوا شايفينه ده في النص كده، وهحط برضو مكسرات، هقطع كده فستق نصين وهحطه برضو. ممكن كمان تحطي قرنفل. كده خلاص الصاج بتاعي بقى جاهز، هدخله الفرن. وطبعا ممنوع تشغيل الشواية، عايزين الغريبة تطلع لونها ابيض، وتكون ما تكونش اخده اي لون تاني، ويكون وتكون من تحت لونها فاتح برضو، ما تكونش غامقة علشان ما تتحرقش مننا، عشان كمان ما تنشفش وتبقى ناعمة جدا معاكي. هتاخد معاكي وقت في الفرن لمدة 20 دقيقة او اكتر لان كل فرن بيختلف عن التاني. انتي تابعيها لحد ما تلاقيها كده، ممكن تشوفي واحدة لحد ما تلاقيها من تحت اخدت لون خفيف خالص، في نفس الوقت هتعرفيها اذا كانت استوت ولا لا. وممنوع تمسكيها خالص لمدة ساعة علشان ما تبصمش معاكي. لازم تسيبيها تبرد خالص تماما، وبعد كده تحفظيها في علبة. كده انا قلت لكم على كل الملحوظات بتاعه الغريبة علشان تطلع حلوة معاكي ومش مبصمة، ولا كمان فرشت معاكي زي ما دخلناها، زي ما طلعت الحمد لله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها جميل قوي وحجمها حلو كمان. وريحتها تحفة، طبعا طعمها خطير. طبعا احنا عارفين الغريبة بتبقى طعمها عامل ازاي. شايفين عاملة ازاي من جوه، مستوية وجميلة وناعمة خالص اهي زي ما انتوا شايفين. والمقادير بتاعتها بتثبت ان هي طالعة مظبوطة. مقاديرها سهلة جدا، هي معادلة كده خليكي عارفاها. 4 كوبايات، نصهم سمنة، نص السمنة سكر. تاني حاجة تكون ترتاح معاكي في التلاجة ربع ساعة. تالت حاجة الفرن يبقى سخن جدا معاكي، كده الغريبة تطلع ناعمة معاكي وتطلع حلوة زي ما انتي عايزاها واحسن كمان. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. وبس كده، دي كانت وصفتي النهاردة. يا رب لو الفيديو عجبكم متنسوش تدعموني باللايك، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم وصفاتي الجديدة. وما تنسوش في اخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على حسن المتابعة.